عاش من شافك يا ولد عمي، والله الغربة واخداك منيني. رايحين فين انتوا باص؟ كيف رايحين فين؟ مش انت اللي رنيت علينا احنا وفي البلد وقلت يا هيثم انت وجاد هاتوا بعضيكم وتعالوا في الغربة هنا عندها عشان جمعنا شغلانة وناكلوا عيش مع بعضيني؟ يا ابو السريع يا ولد عمي، مش قلت لنا تعالوا وفي شغل والدنيا ماشي؟ خلتنا سيبنا موسم حصيد القمح في البلد. ليه يا راجل؟ حرام عليك، وقفت حالني. طيب يا ابو وقفت حالك عشان شغال في البلد ب1000 ريال انت يا ابو العم. انتوا كل اللي يقول لكم كلمه تصدقوها. طب مش انت اللي قلت لنا في التلفون؟ عاد اللي حصل يا ولد عمي، احنا جايين من مشوار بعيد قوي وصارفين قرشينات كتار. فوع بس، وسع هات الشنطة يا جاد. استنى يا ابوي. وسع لنا بس كده كم اوضه عندك؟ مالكم الاوض انت؟ تعال يا جاد تعالي، في سريرين هاني. اخدوه بس، اخدوه. رايحين فين؟ بحط الشنط بتاعكم هاني، ده الناس في الدوام شغاله ابو العم. ناس في الدوام؟ ايوه اوضه ناس داي. طب واحنا مش جايين عليك؟ ما تعال بس هندبرها لكم، تعالوا نقول لكم تناموا فين. مال انت جاي تسوحنا هنا ولا اياه؟ يا ابو العم مش هنسوحكم، مش انتوا عليكم تناموا في الصاله على قدان نفرش لكم حاجه في الارض وتناموا. يا ابوي ده ما كناش احنا علة عمك، هتعاملنا كأننا غراب. يا راجل ده انت الغريب ممكن يتعاملوا احسن منيني. لا ما الدنيا مزنوقه، بس مشي الدنيا معي. تعالوا من برا. هذه القريب في الغربة يا جاد وعمايلهم. شايف ولد عمك اهو اللي رن وقال تعالى. طب عجو انتوا تخلصوا برا ولا الباب مفتوح لسه؟ خلي بالكم احنا جايين نلاقونا لقمة عيش ولا جاي تبهدلني؟ لا جايين تاكلوا عيش، يبقى تمشوا بالكلام، ترضوا باي حاجه يعني بالعربي كده. اهو كده النفوس اتغيرت. في التلفون كلام وهنا كلام تاني يا ابو عمو. شايف يا جاد؟ طب ايه المطلوب منا احنا دلوقتي؟ المطلوب بس تعالى برا ندبر لكم نوم. انا برا هني. يلا يا ابو اقعدوا هني لغايه ما نجيب لكم حاجه ونجي. خلاص حاجتين. هنجيب لكم حاجه نفرش لكم في الارض. شوفوا عشان ولد عمكم مش هيسيبكم، يعني نجيب لكم حاجه تناموا عليها كمان، مش هتناموا على الارض. ده كله ما سبتناه شيء. امال يا ما عايز تنومنا في الارض يبقى خليتيها فيها تاني يا ابو. انا زي ما تقول انا السرير بتاعي كبير، نقول الحق انا، بس السرير بتاعي مش هينفع نوم عليه حد، اوضتي ما حدش هيخشها اصلا. طب والناس اللي جايه لك من البلد تتسوح؟ يا ابو ما سوحتكش انا ابو العم. طب انا دينا نقول لك نام. ما انت طالما لابس لي شرط اخضر هتنفع تاني ولا في منك منفعي؟ اخلف ربنا. وسعوا كده. وانت اهم حاجه تتريقش، انت التريقه بتاعتك دي لما تجي الناس هاني ما تقولوش ان انتوا عيال عم، عشان انا مقاول هانا وبصراحه لي كلمتي. امال هتتبرى مننا ولا ايه؟ ما عديها بس الايام دي. كيف نعديه؟ ده احنا عيال عمه.